السلام عليكم. وحشتوني مع اني لسه سايبكم. النهارده المنتخب الاولمبي المنتخب الاولمبي النهارده خسر 6-0 على الزيرو، على الزيرو من منتخب المغرب. انا نفسي اعرف بس يعني سؤال. الناس المتطوعة ما تمشوا، كفاية كده والله. اتحاد الكورة من ساعة ما جه وهو يعني، وانتوا بتسمعوني كده، اللي ما يدس لايك ينزل يدوس، واللي ما عملش اشتراك ينزل يشترك، واللي ما فعلش زر الجرس ينزل يفعله، مش هيخسر حاجة. اتحاد الكورة من ساعة ما جه انا ما شفتلوش انجاز، والله بجد ما شفتلوش انجاز خالص. ما شفتلوش تخطيط، ما شفتلوش دراسة، ما شفتلوش رز بلبن، حتى ما فيش. صفر، زيرو كبير. خد عندك لما كان كيروش موجود وصلت نهائي افريقيا وما خدتهاش، وصلت ماتش فيصل كاس عالم وما صعدتش في 2022. الراجل عشان كان ليه شخصية قلته لا، ما بنحبهوش، مشوه، مشيتوه. هات ايهاب جلال، اوعى كابتن ايهاب جلال بقى، الكرة الحلوة واللمسة واللعبة ومع كابتن محمد صلاح وتريزيجيه والجيل ده، ايه ده احنا هنهيس. اتغلبنا من اثيوبيا 2-0. اتغلبت من منتخب مش مصنف 2-0. انا بشوف بره الناس العاقلة لما بيحصل حاجة كده بيستقيلوا. خلاص احنا مش عارفين. ما بلاش حد طالع يقولك اصل انا متطوع. تطوع مين يا عمنا؟ ما هو محدش يا جماعة يقنعني ان الناس اللي بتتطوع دي ما بتاخدش مرتب. يعني انت سايب حالك ومحتالك وشغلك وبيتك وقاعد في اتحاد الكورة عشان متطوع؟ ما كفاية بقى، ما كفاية ضحك على العقول بقى. الناس ما بقتش صغيرة. طيب خلينا نكمل. اقلت ايهاب جلال وهو في الطيارة وهو رايح كوريا الجنوبية في حادثة اول مرة تحصل في العالم. مدرب منتخب يعني بيقيل وهو في الطيارة. خلاص ماشي ايهاب جلال، مش حلو، المشكلة مش في ايهاب جلال بس، تمام مشيه. هو اللي شال الليلة، مش الناس اللي كانت عايزة. اهو جه ما عملش حاجة. ماشي، هنجيب مين بقى؟ هات فيتوري. طيب جبنا فيتوري، عمل ماتش تاريخي قدام بلجيكا، والمعلق الرياضي ساعتها يقول لك ازاي المنتخب ده مش موجود في كاس العالم، واحنا طلعنا بالطموح بتاعنا وقلنا بس خلاص افريقيا دي بتاعتنا. خرجت من دور ال16 من غير ما تكسب ماتش، متعادل اول 3 ماتشات في المجموعة، وخليت منتخبات تطلع على حسك، وخرجت من دور ال16 من الكونغو. طب ايه هنعمل ايه؟ لا العيب مش فينا، امال في مين؟ في فيتوريا. والنبي والله العظيم فيتوريا اللي غلطان. اصله ما عندوش شخصيه، مشيه.
هو اللي هيشيل الليله في الاخر. طيب ماشي. احنا جايبين كابتن حسام حسن، لعب ماتشين، ماتش كسب فيه وماتش تعادل فيه، ومش عايز ابقى متشائم، بس انا يعني حاسس ان اللي جاي مش حلو، وهيمشوا كابتن حسام وهيجيبوا واحد اجنبي. ما هي كده، اجنبي مصري، اجنبي مصري، اجنبي مصري. انما حد شاف المشكله الاساسيه فين؟ مفيش. النهارده المنتخب الاولمبي بيخسر 6-0 من المنتخب المغربي. هتقول لي غلطه مدرب، اقول لك لا. هشيل محمد طارق وحمزه علاء الليله، هقول لك لا. حمزه علاء احنا كنا طايرين بيه من قيمه يومين. محمد طارق الراجل لا حول له ولا قوه، هيعمل لك ايه يعني؟ حسام عبد المجيد مفيش. النهارده زيزو اتصاب. الناس اللي كانت بتقول زيزو ما بيعملش حاجه، زيزو خرج الدنيا باظ. انا الحمد لله ان انا ما اتفرجتش على الماتش، يعني انا الحمد لله ان انا ما اتفرجتش على الماتش عشان ما اتشلش. بس لازم تحيي المنتخب المغربي، لعيبه بجهاز فني بالجامعه المغربيه، ده شغال، ده شغال في المصلحه، مش في المصلحه الشخصيه، في المصلحه العامه، في مصلحه البلد بتاعتهم، في مصلحه الكوره عندهم. عملوا ايه في كاس العالم؟ مركز رابع، ولو كانوا صدقوا نفسهم شويه كانوا ممكن يلعبوا نهائي، بس خدوا مركز رابع، خارجين راسهم دي مرفوعه. طب المنتخب الاولمبي جايب لك اشرف حكيمي من باريس سان جيرمان، يا انت ما كنتش عارف تجيب محمد صلاح، ولا كنت عارف تجيب تريزيجيه، ولا كنت عارف تجيب مصطفى محمد، ولا كنت عارف تجيب عمر مرموش. ليه؟ لان انت ما عندكش سياسه التفاوض، ما عندكش فكره ان انا يعني خد ودي في الكلام مع الانديه. هنا في مصر النادي الاهلي مش عايز يستغنى عن لعيبه، حاضر ماشي. الزمالك عشان ما كانش بينافس اداك زيزو، انما والله في سماه لو الزمالك كان بينافس السنه دي ما كنت طلت لعيب. احنا هنهرج؟ تيجي تلعب تتعادل مع الدومينيكان، تكسب اوزبكستان، تكسب اسبانيا، فرحنا وهللنا، يا سلام اداء ما فيش احسن من كده، وتكسب باراجواي بضربات الجزاء، يا سلام. ايه ده؟ شكلنا هنعملها ولا ايه؟ تيجي قدام فرنسا كسبان لحد الدقيقه 82، اجمد، دوس شويه. لا ازاي ادوس؟ اتعادل، ولاعب المفروض بيلعب بره، الحكم رايح يشوف الفار. انت رايح تشوف الفار ازاي يعني؟ تعالى هنا رايح فين؟ لا رايح فين؟ خد انذار. الشوط الاضافي الاول خد انذار تاني. تلعب ب10 لعيبه تخسر من فرنسا ولا يهمكم. مفيش مشكله، عندنا ميداليه نلعب عليها. نلعب عليها مين؟ لا ده احنا رمينا الفوطه، قلنا لا مش لاعبين. انزل الماتش المغرب العيال كفحتاجيه، دب 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 ايه؟ وانت مفيش. في الاخر الغلط في مين؟ عند ميكالي. الغلط عند المدرب، الغلط عند اللعيبه، انما الاداره مش موجوده. مصدر في اتحاد الكره طالع يقول لك واحنا نستقيل ليه؟ احنا كده كده في انتخابات اصلا. الاولمبياد دي ما فيهاش حاجه عدله، اقسم بالله. انا عمال اسمع على نتائج غريبه،
مش عارف المصارع المصري بيخسر من المصارع الطاجة يعني والله ما عارف اقولها، طاجكستاني ولا مش عارف ايه. الناس بتتقدم واحنا بنتأخر، الناس بتطلع لفوق احنا بننزل بننزل بننزل. احنا بننزل في كل حاجة. الكرة اللي كانت بتفرح الناس تتفرج على المنتخب النهاردة يتنكدوا 6-0. 6 يا مؤمنين. لا عارف تتفاوض مع أندية، ولا عارف تهيئ لعيبة نفسيا. وعندك المنتخب الأول ربنا يستر عليه، ومدرب بيطلب من الأجندة بتاعته من يوم 25 وهي المفروض من يوم 3. ايه ده؟ في الآخر تقول أصل أنا أعمل لكم ايه؟ ولا عارف تنظم دوري، ولا عارف تنظم كاس، ولا عارف تعمل أي حاجة. طب في ايه؟ وآخرتها هنفضل كده لحد امتى؟ هنستنى الانتخابات عشان انت تمشي؟ عشان الاتحاد كله يمشي؟ وطالع من يومين يقول له احنا ساعدنا الانديه انها تاخد بطولة مش بمزاجك. ان انت تساعد انديه دي لائحه انت المفروض تطبقها. يعني انت دي لائحه مفروضه عليك بتطبقها. انما ما ينفعش اقول اصل انا عايز العب الكاس، اصل في رعاة. انا مالي يا عم؟ انا عندي لعيبه بتموت. هات لي دوري في العالم لحد دلوقتي شغال. ده الدوريات الجديده بتاعت السنه الجديده هتبدا، وانت عمال تقول اصل انا. وطالع اما امبارح حد يقول لك اصل احنا بنفكر ان احنا نشفر. يا راجل شفروه، شفروا الدوري المصري. انت مقتنع ان الناس هتلم؟ اقسم بالله ممكن ما تلاقي جنيه، والله العظيم. ده انت لو شفرته تبقى مصلحه. تقول لك اصل انا عايز اشفر الدوري المصري ب 100 جنيه في السنه. تمام. ماشي. المنتخب الاولمبي خسر. المنتخب الاولمبي خسر، وعقد ميكالي خلص. ماشي، عقد ميكالي خلص. هنشوف بقى. شوف الاتحاد المصري هيعمل ايه الشاطر الجميل. ها، هيمشيه ولا يحتفظ بيه؟ قلنا وايا كانت النتيجة الراجل ده يقعد ما يمشيش. هنشوف هيعمل ايه. النادي الاهلي رفض او مارسيل كولر رفض ان هو يبعت لعيبته الدولية يوم 25. الظاهر كده ان في ازمة جاية، وهي نفس الازمة بتاع كل مرة. المرة اللي فاتت برضو في ازمة واللعبة راحت. هنشوف. عشان ما اطولش عليكم الفيديو ده طول، بس والله من حرق دمي. كان معاكم محمد عاطف، ويا ريت اللي ما داس لايك ينزل يدوس لايك ويعمل اشتراك في القناة عشان يوصلوا جديدنا اول باول. شكرا، سلام عليكم، تصبحوا على خير.